رجع لكم الليلة دي بقصة مختلفة خالص عن فلاحة جميلة بتستغل جمالها، وبعد 20 يوم من جوازها بتخون جوزها مع أقرب صديق ليه وقصاد عينيه. هو في حد بالبشاعة دي؟ بس اللي حصل بعد كده خلاها عبرة لمن لا يعتبر. من غير ما احرق الأحداث هات اللايك والسبسكرايب في إيدك ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا مع فلاح فقير في قرية بسيطة في الهند، وهو بيترجى مجموعة ديانة إنهم ما يقتلوش البقرة بتاعته لأن هي مصدر رزقه الوحيد، بس محدش فيهم بيهتم باللي بيعمله، ولسه هيطيروا رقبتها. بيوصل بطلنا سوتشا وبيخلص عليهم كلهم وبينقذ بقرة الفلاح، مع ان الفلاح نفسه ما بيكونش عارف مين ده وليه بيعمل كده. ولما بيسأله انت مين بيعرفه بنفسه، بيقوله انا سوتشا سورما، ولسه هيهتف باسمه من كتر فرحته باللي عمله. بتيجي الشرطة وبتأمر سوتشا يسلم نفسه، وبيكون الكل متوقع انه خلاص هيتعدم. بس بعد كام شهر بنلاقي كل الاهالي بتتجمع وهما بيهتفوا باسمه، وسوتشا جاي ومعاه الضباط فعلا عشان يجهزوا للحكم ويخلصوا عليه. وقتها بيجي هامان اخو سوتشا عشان يودعه وهو حزين، بس سوتشا بيفكروا انهم من عيلة سورما، ومعنى الاسم ده هو نظرة الحق وكمان المظلوم. وبيقول له ما تنساش احنا مين ومن عيلة مين يا هامان. وبكل قوة بيطلع سوتشا من غير اي خوف وبيجهزوه خلاص للحكم. بس فجأة الموازين كلها بتتغير، وبنلاقي افراد الحكومة جاية تبلغ الضباط ان جه امر من القوى العليا بعدم تنفيذ الحكم وبراءة سوتشا. ومحدش بيكون مصدق اللي حصل، كل بيفضل يهتف باسمه من تاني. وبنشوف سوتشا وهو رايح يشكر القاضي، بس بيقول له ما تشكرنيش انا، اشكر طيبتك هي اللي انقذتك. اما حاكم القرية فبيجي مخصوص يستقبله بنفسه وبيحييه وبيعلن حالة فرح في القرية كلها. وبعد المسابقات والغنى والرقص، يعني تقريبا نفس طقوس المهرجانات، بنتعرف على براغون الصديق المقرب لسوتشا، وهو معاه في فرح هامان على برين أجمل بنت في القرية. وتاني ليلة كلم هامان مع سوتشا وبينصحه انه مفروض يتجوز قبل ما يدخل الجيش، بس بيكون واضح على بطلنا ان قلبه مشغول بحد اساسا. وبيقول له استنى بس نخلص فرحك وبعدين يا عم هتفرح بيا. وبيجي براكون يصحي سوتشا في اليوم التاني وبيساله في مخلوق يا ابني يعرف ينام في ايام الفرح؟ بس من قبل ما يرد عليه بنلاقيه هو نفسه هو كمان نام، رغم يعني زحمه اهل العروسه اللي بتكون بره. وهامان بيبقى خلاص بيجهز نفسه للحنه وقلقان، وبيسال حاكم القريه عن اخوه ولو فعلا يعني من كتر ما هو مش مهتم هيجي، بس ما بيلحقش يكمل سؤاله وبيلاقيه وصل على حصان هو براغون، لغايه ما اخيرا بنشوف اللي شغله قلب سوتشا. فلاحة بسيطه ملامحها حلوه قوي وهاديه كده، بتقف مش مصدقه نفسها انها اخيرا شافته من تاني. كانت فاكره خلاص هيتعدم وحكايتهم انتهت. وبراغون بيلاحظ النظرات اللي ما بينهم هما الاتنين، ومن كتر حبه في صديقه المقرب سوتشا واللي بيعتبره اكتر من اخوه كمان بيبقى مبسوط جدا. وبيفضل يلمح خلاص بقى نخلص من فرح هامان وندخل على فرح سوتشا. وبالليل بيسألوا براغون هو بجد في بينك وبين بنت الغنام حاجة؟ وهنا بقى بتلمع عين سوتشا وبيأكد له انه هيقرر انه يخطبها اول ما يخلص فرح اخوه خالص. وبيجي الليل وبيقابلها سوتشا وبيسألها لو لسه بتحبه زي ما هو منساهاش يوم واحد، فبترد عليه انها ما حبتش غيره، بس اهلها غصبينها تتجوز وبيتمموا مراسم الخطوبة من غير حتى ما ياخدوا موافقتها. وبتأكد عليه لو بيحبها فعلا ما يستناش فرح اخوه يتم ويجي يتقدم لها. وبيبقى رد سوتشا عليها ان الرجاله هي اللي بتوعد وبتوفي، وانا وعدتك وهتلاقيني عندك بكره. يمكن انا ما عنديش اخوات بنات، بس مقدر جدا يعني ايه بنت وشرف وسمعه، واي بنت مكانها طبعا يا جماعه هتكون طايره من الفرحه. وفي اليوم التاني او تقريبا اول ما بيطلع النهار بيروح على طول لوالدها يطلب ايدها، بس بيتفاجئ ان الاب بيترجاه انا عارفك كويس يا سوتشا، وبنتي كانت حكيالي حكايتكم من بدري، بس لما اتحكم عليك بالاعدام كان لازم موضوعها معاكي يتدفن عشان سمعتها ونخطبها لقريبها ابن خالتها. رجاء ينسى بنته نهائي لانهم خلاص اخدوا مهرها. فبيمشي سوتشا وبيقفل اخوها الباب خالص وراه، وبكده موضوعها انتهى. وبيروح سوتشا للبيت وهو حزين مش مصدق انه حب حياته كده في غمضة عين مش هيبقى معاها، وما بيرضاش يتكلم مع اي حد، حتى هامان اخوه بيرفض يتكلم معاه. وساعتها جارهم بيقوله البيت ده من بعد فرحك شكله كده مش هيفرح تاني خالص. واخيرا بنيجي لليوم الاخير في الفرح وبنتعرف على عروسة هامان اللي ملقبينها اجمل بنت في القرية،
برين. ومن شدة بقى جمالها وصغرها في السن كل الرجالة بتبقى عينهم عليها، بس هي بتكون مبسوطة اساسا انها هتتجوز حد من عيلة سورما، عيلة مشهورة ومعروفة ومحبوبة من الكل. وفي عز ما بترقص هي وهامان سوا بيشوفهم برجل وبيكون باين في عينيه ونظراته انه يتمنى يبقى مكانه، وخصوصا والعروسة بتقول كلمات اغنية انا قلبي مع حد تاني وشكل القدر كده خدعني، وبتبقى دي اغنية يعني بيرقصوا عليها. بس براجون بيوهم نفسه انها بتغنيها من قلبها، وبيفضل طول الليل بيحلم بيها رغم انه متجوز ومراته نايمة على السرير اللي جنبه. ولما بتتسأله بخضة كده في ايه بيشخط فيها مفيش حاجة. وبعد الجواز بيكون سوتشا جاله استدعاء للجيش وبيروح براجون عشان يودعه، وبيطلب منه يهرب وما يروحش، او بيكونش واضح هو ليه بيقوله كده. وزي ما يكون ان وجود سوتشا ده هيمنعه يفكر في مرات اخوه، بس اللي ما كانش متوقعه ان سوتشا نفسه بيوصيه على هامان وبيقوله انت عارف انه ضعيف ولخمه وممكن اي حد يفتري عليه في غيابي، خليك معاه، ده انت اخويا زيه، ده يا عم ده يمكن اكتر منه. ويوم الصباحيه بتحاول برين تتقرب من جوزها هامان في حوش البيت، لكن بيزقها تبعد عنه، ورغم كده بتقوله هو في ايه المفروض انا وانت متجوزين يعني، بس بيرفضها وبيقول لها متجوزين لينا اوضتنا مش في الطل كده قصاد كل الناس. ولسه بتدافع عن وجهه نظرها بتقوله جوزي في اي مكان بتلاقيه زعق فيها وسابها ومشي، وهو بيقول لها الظاهر ان انا خدت عيله صغيره ما تعرفش معنى الاحترام، وبيبعد عنها. وبتدور منهم مناقشه كده، وعشان يقفلها خالص بيسألها بعصبية هو انت ازاي تردي عليا اساسا، وبيعنفها وبيسيبها وبيمشي. وقتها بتتأكد برين انها وقعت في فخ راجل مشاعره مقتولة. وفي يوم جديد بيكون براجون موجود في بيت لعيلة سورما، وهو اللي بيفتح الباب لبرين وبيسرح فيها، ونظراته بتكون واضحة عليه الاشتياق، وده شيء بتلاحظه برين وبتكون مبسوطة بيه لانها مش شايفة كده من جوزها. المهم انها بتدخل للبيت وبتلاحظ اثناء ما هي قاعدة نظرات براجون اللي عينه بتفضل وراها منين ما راح، وهي قاعده مكسوفه بس برضه مركزه معاه، وخلاص بتكون فهمت بينها وبين نفسها انه معجب بيها جدا، ومش بتهتم خالص انها ست متجوزه، بتكون فاكره نفسها لسه الطفله حرة نفسها، لغايه ما براجون نفسه بيتعصب جدا من كتر ما هو مش قادر يسيطر على مشاعره قصاد نظرات عينها. وهي بتلاحظ ده اول ما بيمشي وبتتضايق جدا من عدم وجوده. وفي الجيش بيبقى سوتشا مطمن جدا على هامان طالما طبعا براجون موجود معاه، وبراجون في نفس الوقت فعلا ما بيسيبش بيت عيلة سورما، بس مش عشان وصية سوتشا، لا ده عشان جميلة القرية بارين، ومش بياخد باله خالص من جوزها اللي دايما معاها. وبالنسبة بقى لبارين كون الجرأة خدتها لدرجة ان هي بتفتح كلام مع براجون بنفسها وبتقدم له مشروب كمان، وفجأة بنلاقيه مسك ايدها وهو بيمسك الكوباية، ولانهم ما حسوش بالخطأ اللي بيعملوه ولا حتى جوزها واخد باله من اللي حصل من كتر اهماله ليها، فالحيوان هو اللي بيحس، وبتصور البقرة عليهم هما الاتنين، وبتبقى ناوية تنطح بارين بقرونها لحد، بس براجون بيدافع عن بارين لاخر نفس فيه وبيمسك قرون البقره، في الوقت اللي هامان جوزها نفسه خاف واخد جنب ومعرفش يتصرف لغايه ما البقره بتقع هي وبراجون. وقتها بارين اعجابها بيه بيزيد اكتر واكتر، وخلاص في نفسها بتقرر ان هي اللي تتقرب منه عشان يعني لو كان خايف من ردة فعلها. وتاني يوم بتقرر نارين تدي نفسها فرصه تحب هامان، وزي عادتها كطفله بتجري ورا الحمام ومبسوطه قوي، بس بيزعق لها همام زي كل مره او يقول لها انها مش صغيره على اللي بتعمله ده، ومفروض تحترمي نفسك لان راسك في الاماكن العامه بالشكل ده شيء يخلي سمعه عيلتي في الارض. وهي ماشيه عماله تردد كلمات اغنيه فرحها ان القدر خدعها بشخص مش شبهها بتقابل اللي شبهها فعلا براجون. وقتها بتقرر تفاجئه بكل حاجه وبتقول له انت ليه دايما بتفكر فيا كتير مع اننا ما اتكلمناش مع بعض ولا مره، يا ريت تبقى تعدي عليا عشان اعالج لك جروحك اللي بقره سببتها لك بسبب انك كنت بتحميني، وجودك بيحسسني ان انا لسه عايشه. وبتسيبه من هنا وبيجي صديق السوق من هنا وبينصحه انه ما فيهاش حاجه يعني انك تحبها، دي الست هتموت عليك واصلا هامان جبان مش هيعمل حاجه. فبيفكر براجون وفعلا بيروح للبيت عند هامان وعارف انه مش موجود، ومع انه بيكون متردد كده بس بيلاقي بارين بتفتح الباب وبطرف رجلها بتفتح له الباب على الناحيتين عشان تفهمه يعني انها مرحبه جدا بوجوده. ولما بيدخلوا بيفاجئها بمشاعره وبيصارحها بحبه ليها وبيوعدها انه هيحميها دايما طول ما واثق من مشاعرها ليه هو بس. ولما بيجي يسيبها ويخرج بيلاقي هامان في وشه وبيتصدم وبيقول لها انا كنت شاكك من الاول، ولانه مش هيقدر على براجون بيمسك بارين وبيفضل يضرب فيها. بس وقتها براجون بيرجع وبيمسك ايده، ولما بيقول له هامان انت مالك دي مراتي انت كمان لك عين تدافع عنها يا خاين، بيرد عليه براجون مراتك بالاسم لكن هي تخصني انا، خليك فاكر حاجه زي كده ولو مديت ايدك عليها انا اللي هقفلك. وبيسيبه وبيمشي
وبيفضل همان باصص في عين برين وضعيف مش عارف يعمل حاجة مع انها بتبقى زادت قوة اكتر، وقررت بقى تعاقبه بوجود براجون على مشاعره الجافة معاها طول الفترة اللي فاتت. بتحسش حتى بذرة ندم على اللي بتعمله. وفي الراحة والجاية اهالي القرية بتتكلم عنها هي وبراجون، وخلاص علاقتها مع همان ما بقتش مفهومة ولا حد معروفة هو ليه ساكت ومنهزم للدرجة دي. بس كل اللي باين انها بتعيش اسعد ايام حياتها مع براجون زي ما كانت بتتمنى. اما بقى سمعتها شرفها فدي بالنسبة لها شكليات، اهم حاجه احساسها هي وبس، لدرجه ان هامان بقى مسخره القريه كلها والناس بتعايره باللي بيحصل فيه من غير اخوه. وفي ليله ابو برين بيعرف الكلام اللي بيتقال عليهم وبيطلب منها تفكر في اللي بتعمله وتتراجع عنه، لانها خلاص بيكون لازم تتطلق، والطلاق لازم يحصل بالتراضي بين العيلتين مش بس هي وهامان. بينصحها ان ده جوزها، بس وقتها بتقوله انت السبب في اللي انا فيه، انت اللي دفنتني بالحياه مع راجل اكبر مني ومش عارف متطلباتي ولا قادر يفرحني بحاجه، مشاعره بارده وتقليدي. ولسه بتقوله يا ريت تعرفوا اني هعيش معاه ااكله واشربه زي الخدامه بس. اما براكول فهيكون هو الجوز الشرعي. بيكون جه هامان بيفيد بقى بهامان وبيقرر يبعت لسوتشا خطاب يحكي له فيه كل اللي بيحصل، واول ما بيقراه بيبان عليه الغضب وعلى طول بيطلب اجازه ممدوده من الرئيس. ولما اجازته بتترفض بيقرر يهرب، بس في الليله اللي بيكون هيمشي فيها غصب عن الرئيس بيحصل حريق في بيت الرئيس، وهو اللي بنفسه بيروح ينقذه هو وعيلته اللي هم عباره عن الام وبنتها. وقتها الرئيس بيشكره انه حافظ على عيلته، وساعتها بيحس انه قدر ينقذ اسره ما يعرفهاش، فلازم يعمل المستحيل عشان يقدر ينقذ اسرته هو كمان اللي اساسا عباره عن اخوه اللي مالهمش غير بعض. اما في القريه فبيكون براجون خلاص واخد راحته على الاخر، واثناء ما بيكون ماشي الناس بتعرف انه رايح يقابل بارين ومستنيين يراقبوا اللي هيحصل، وبارين كمان بتبقى خلاص خارجه وكلها ظلم وطغي. ولما بيسالها هامان انت رايحه فين بتضحك وتقول له اكلك في المطبخ يبقى كله وانا خلاص نضفت، وكأن يعني الامر امرها والدنيا كلها بتاعتها ولسه هتفتح الباب، يعني حتى فتحتوش لسه هتقرب عليه بتلاقي سوتشا في وشها وبيفضل يقرب عليها ويقول لها ها ايه السؤال اللي اخويا سالهولك مش بتجاوبي ليه؟ وهي مرعوبه بتقوله انا كنت رايحه الطاحونه، وكل ما بترد بيسالها نفس السؤال تاني، وفي كل مره بتبقى مرعوبه وعينيها مليانه دموع وهو لسه ما جاش جنبها اساسا. وقتها بيجي زميل براجون اللي دايما بيوصلها ليه، بيكونش عارف ان سوتشا موجود، وبيبجح كمان في هامان اللي هو يلا خلصنا بعتلي بارين بدل ما اخلي براجون يتعشى عليك النهارده. ولسه بيقرب عليه بيلاقي سوتشا في وشه وبيقول له ايه، ولسه هيرد بيتضرب قلم بيرميه على الارض بيخلي عينه تزغلل. ساعتها بقى بارين بتتاكد خلاص ما بقاش في مفر ليها، وبيجري هو على براجون اللي بيكون في عش الخيانه بتاعه وعلى كتفه حمامه مستني العروسه تجيله. واول ما بيبلغه ان سوتشا وصل بيقول ايه ده هو جه، وكل اهالي القريه بيفضلوا طول الليل يتكلموا يا ترى سوتشا بقى هيعمل ايه، لغايه ما النهار بيطلع وبرضه اللي ما اتكلمش بيتكلم. وهامان وسوتشا كل واحد فيهم بيستعد عشان يتقاتل مع التاني، وبيروح سوتشا لبراجون لغايه بيته وبيسلم على امه اللي دايما بيقول لها يا امي، وبتفضل تنصحهم ارجوكم ما تعملوش في بعض كده، بس طبعا ما حدش بيهتم. وبيقف سوتشا بيسالها هي دي الامانه اللي سبتها لك، ما فكرتش فيا ولا مره ولو انت بتطعني في ظهري. وبيكون مبرر براجون انا طلبت منك ما تسيبنيش، طلبت منك ما تروحش الجيش يا سيدي اعتبرني ضعيف وهي اجمل جمالات القريه وانت عارف، ثم ان هي كمان بدلتني نفس المشاعر واخوك معرفش يحتويها، وزي اي انسان طبيعي بيرد عليه ده عذر اقبح من ذنب انت بتقول ايه. او بيختصر كلامه انت المفروض كنت تحمي عيلتنا، ازاي بقى حميه هيعمل كده، سبت ايه للغريب. ورغم انهيار براجون وعينه مليانه دموع والجيران بيسمعوا كل اللي بيتقال، ولما بيقربوا عشان يشوفوه بيتهان بيزعق لهم وبيأمرهم يمشوا فورا. ولسه هيبدأوا القتال بتطلع الأم وبترجى سوتشا إنه ما يعملش حاجة، فبيقرر فعلا يسمع كلامها وبيقول له خلينا في قتال عادل قدام كل أهالي القرية. وبنيجي بقى ليوم احتفال القرية بمهرجان ومن ضمن طقوسه القتال، بس على خفيف يعني مش القتال الجد، ولكن سوتشا بيستغل الفرصة وبيقرر إنه يخليه قتال حقيقي لغاية ما بيجي الحاكم وبيفصلهم عن بعض وبيقول لهم انتوا كده هتخلصوا نفسكم ارجوكم، دي قريتنا معروف عنها ان سمعتها بعيدة عن القتال. وبعدها بيخلصوا بيقعد براجون بكل بجاحة مع أصحابه الشياطين
طين ويتعهد لسوتشا انه مش هيسيبه عايش، وطبعا عشان يقدر يكمل في العهر زي ما هو عايز. والغريب انه بيمشي وراه ناس يشجعوه ويهتفوا باسمه كمان عادي جدا. اما سوتشا فبيكون تقريبا ما معهوش حد من كتر عصبيته مش شايف هو بيتكلم عن ايه، وبيروحوا رجاله براجون لسوتشا عند بيته وكأنه هما اللي معاهم الحق يعني. وسوتشا بيبقى لوحده وبمجرد ما بيضرب اداته في الارض بيخافوا جدا وبيجروا كلهم من تاني على المهرجان اللي بيكون قصاد الجميع. وعلى عينك يا تاجر خلاص بيكون القتال قصاد الجميع، وبرده الحاكم بيجي يفرق ما بينهم او بيكونش عارف ايه اللي بيحصل في قريته اساسا، مع ان ما فيش بيت فيها مش عارف الحكايه. ولما بنرجع لبارين بنشوف السواد اللي بتكون عايشه فيه، والايام اللي بتاعت الخيانه اللي عاشتها في حب وهيام على حساب جوزها بيطلع عليها كل ليله وكل يوم اسود من اللي قبله. واول ما بيشوفها همان بيسالها يعني خلاص حابك تخرجي دلوقتي، انت مش مكفيكي اللي احنا فيه بسببكم؟ ومن غير ما ترد ولا كلمه بتسمع كلامه. من ناحيه تانية بيبقى براكون بيتعصب على اخته وهي بتداويله جرحه، بس الام بتقوله ما تزعقش لحد فينا، انت اللي حكمت على نفسك بالموت. وسكان القريه في مكان تاني بيفضلوا ينموا على اللي بيحصل، ومن الاخر يعني مستنيين جنازه يشبعوا فيها لطم، لغايه اما بيعدي يوم في التاني. واثناء ما الكل مستغرب الهدوء اللي سوتشا فيه بيجي واحد متخفي وبيسال على بيته، فبيدلوا اهل القريه على بيت سوتشا. ولما بيوصل لهناك بنكتشف انه كان صديقه في الجيش وبيكون جاي مخصوص حسب ما سوتشا طلب منه، وبيديله بندقيه عشان يخلص بيها على براجون وكل اللي معاه. واثناء كلامهم مع بعض واتفاقهم بسره على المكيده اللي هيعملوها في براجون بيلمح حمان مراته اقصد يعني بارين وهي واقفه بتسمعهم، فبيزعق لها وبيأمرها تمشي من قدامهم. وبيكونوا قالوا خطه مزيفه اساسا عشان لو وصلتها لبراجون او حاجه. وبيطلع الصبح وبارين زي ما هي لسه صاحيه بتكمل شغل بيتها، وبيودعهم زميل سوتشا عشان يمشي. بعدها بيقعد حاكم القريه مع كبار الاهالي مع سوتشا وبيكلموا معاه، وبارين بتتصنت عليهم وبيبلغوا الحاكم ان الشرطه المره الجايه هتتدخل، يعني بينصحوا يخاف على اللي باقي من عمره. وقتها بيقف سوتشا وبيفكرهم باسم عيلته اللي هو ناصرة الحق حتى لو على رقبته. وفي اليوم اللي بعده بتكون بارين بتملى ميه، وبيجي زميل براجون الشيطان بيحاول يقنعها تروح تقابل حبيبها في عش الخيانه بتاعهم، وهي بتبقى عايزه تفلت بحياتها اساسا. وبيشوفهم همان وبيمسك بارين يعنفها وبيجبرها بالعنف تيجي معاه للبيت. واول ما بتوصل بكل جراءه بتقوله كل اللي انا فيه ده بسببك انت، لو كنت زوج عادل ما كنتش هبص لغيرك، لكن انت جبان وما عندكش مشاعر. وقتها بيخرج سوتشا ولاول مره تتجرأ وتقوله ايه يعني هي الشمس هتطلع من مغربها لو ستات القريه قالوا رايهم. وبتنهار وهي بتشرح له قد ايه اخوه كان ما عندوش اي مشاعر خالص ناحيتها، حتى مشاعرها هي نفسها مش حاببها وعايز دايما يكتمها. وبتطلب من سوتشا يسأل اخوه لو هي كانت كده، وبتحكي له انا حاولت اغيره، حاولت اتقرب منه اكتر من مره، اعيش معاه لحظات حلوه، دايما كان بيكبتني. وحكيت له كمان المشهد اللي شفناه لما كانت بتتقرب منه في حوش البيت ولما كانت بتجري ورا الطيور، وبتاكد له ده حتى منعني من الرقص. ولكن سوتشا مش بيتعاطف معاها اصلا، وبيقول لها لو عايزه تتقربي منه مش هتفرق مكانكم فين، سواء بقى في اوضه النوم ولا في الحوش، ولو عايزه تعبري عن طفولتك قوي برضو مش هيختلف لو في اوضتك او مكان مقفول عليكي. اخويا تقليدي ولا حتى قديم، اخويا محترم كان نفسه يربيك على الاحترام، لكن انت ما بيفرقش معاكي سمعتك اساسا. او بيتعهد لها انه مش هيخليها تعيش يوم واحد خلاص بعد ما يخلص على حبيب القلب قصادها. وفعلا بيجي وقتها رجاله براجون وكانه خلاص هيعلن الحرب عليه، وبينده على سوتشا اطلع لي اللي بتنصر الحق عشان اخلص منك بقى. فبيطلع سوتشا فعلا وبيساله انت فاكر ان الرجاله اللي حواليك هيحموك؟ انا هخليهم يجروا زي الفيران حالا ومحدش هيقف في صفك. وعلى طول بيكشف لبسه وبيبان البندقيه اللي معاه، ومن قبل ما يستخدمها الكل بيخاف، ومع اول طلقه بيهربوا واحد ورا التاني وبيبدا يتخلص منهم كلهم، او يعني اللي بيطولوا لانهم نفسهم مش فارقين معاه. كل اللي فارق معاه هو براجون، وبيقرب عليه وهو مرمي على الارض والرصاصه في صدره وبيدوس على صدره برجليه. وساعتها بيفتكر سوتشا ايامهم مع بعض وقد ايه كانوا اصدقاء، لولا ان بارين هي اللي كشفت كل نواياها الخبيثه. وبيقول له يا اخي ما كانش لازم كل ده يحصل، لو كنت جيت واتكلمت معايا كان ممكن الامور تتحل. وعشان براجل مش قادر على وجع الرصاصه بيقول له خلص عليا وريحني، وفعلا بيديله رصاصه الرحمه اخيرا. وقتها بتخرج بارين واول ما بتشوفه بتصرخ مش حبا فيه، ده خوف على اللي هيجرى فيها. وبنتاكد من كده لما بتحاول تهرب، بس منين ما بتروح بيقدر سوتشا يسيبها برصاصه بسيطه في جنبها، بس حياتها ما انتهتش لغايه ما قربت على براجون وحاولت تترجى سوتشا انه يرحمها. فقال لها انا فعلا هرحمك، يلا خليكي مع حبيب القلب للنهايه، وخلص عليها فعلا. وبيقرر سوتشا يعيش بقى تحت الارض عشان يهرب من الحكومه. واثناء حاله الحداد اللي البلد فيها بيجي الحاكم وبيقول لساتشو على واحد برضه نفس
وضع برين، فبيقرر يرجع بقى من التخفي وبيروح للخاينين التانيين وبيديهم فرصة يهربوا. ولما بيتسأل ليه سبتها تهرب بيقول لهم قبل ما اخلص عليها لازم تتفضح قصاد القرية بنفسها، وهو ده عقاب الخاين. وبيسيبهم يجروا فعلا وكل القرية بتعرف خلاص مين خان مين، بس في الاخر برضه بيخلص عليهم. والمرة دي بيقرر يسلم نفسه وبنلاقيه بيستعد لوضع الاعدام خلاص، وبيقول لنا حب حياته سابها لمجرد ان ابوها طلب منه كده، لان الرجاله بجد اللي بيوفوا بوعدهم، وانا وعدتها انه حافظ عليها، وطالما بقت على اسم حد تاني فبعدي عنها باحترامي لوضعها اكتر طريقه احافظ بيها عليها. وبيعرفنا انه مش ندمان ابدا على اللي عمله، بالعكس لو رجع بيه الزمن هيكرر نفس اللي عمله تاني. قبل ما انهي الفيلم يا ريت تقول لي يا عزيزي المشاهد ايه رايك في رد فعله. انا عارفه ان هيكون في ناس معارضين وناس مؤيدين، بس تخيل لو بايدك تتصرف زي ما هو اتصرف، هتعمل زيه فعلا ولا لا؟ المهم ان بينتهي فيلمنا واحنا بنشوف ان سمعه سوتشا الطيبه فضلت موجوده لدرجه ان اهل القريه عملوا له نصب تذكاري وتمثال ليه. وبس كده بينتهي فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم. استنوا بقى ملخص جديد وقصه وعبره جديده. سلام.